شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية. ونشرت ليلى علوي إطلالتها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة وشبابية، حيث تلاقت مرتدية فستان باللون الأزرق المشجر بالورود. وتركت ليلى علوي شعرها ينسدل مموجا على كتفها مع فستان بنقشة ورود يدمج اللونين الأزرق والوردي. وكانت ليلى علوي احتفلت مع أبطال فيلم آل شلبي بانتهاء تصويره الذي من المقرر عرضه قريبا. وفي فيلم آل شلبي من بطولة ليلى علوي ولبلبة وأسماء جلال وهايدي كرم وخالد سرحان، من تأليف أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين. وكان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد وحمد المرغني ومي الغيثي وفرح الزاهد ومحمد محمود ومصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين. ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.